شوف يا علاء، هذا كتاب في شرح عن أسواق الشام القديمة، يعني كل شيء أنت اليوم شفته. حلو كتير جدو. عندي فضول كبير لحتى أقراه. خذ. وهذا الكتاب في شرح عن الشام بصورة عامة. جدو، أنا سمعت إنه كان في حلاق من زمان يسجل كل الأحداث التاريخية اللي مرقت. لكن هذا الحلاق اسمه البديري الحلاق، احفظه. هذا عامل كتاب اسمه الحياة اليومية لدمشق. من خلال هذا الكتاب قدرنا نتعرف على كل حركات ومعيشة أهل الشام. فهمت؟ رح أدور لك عليه. هذا اليوم رح أسهر عليه جدو. شوف لك ابني، نحن عايشين بمدينة عمرها 7000 سنة. هاي المدينة بتختصر تاريخ العالم كله. شوف، لما تمشي بحاراتها بتحس بالناس اللي مشوا فيها قبلك من كذا ألف سنة، بتحس فيهم، بتشم ريحتهم، بتحس بكل حجر فيها. كل حجر فيه له قصة، كل زاوية فيه له حكاية. شوف، شايف الياسمينات المعربشين على الحيطان؟ هي كل وحدة فيه وراها 1000 ذكرى وذكرى. لما بتمشي بحارات الشام بتكون عم تمشي انت بحضرة التاريخ يا ابني، بتكون عم تمشي بأقدس مكان في العالم. فهمت؟ يا الله يا جدو، انت عم تفتح عيوني على شغلات ما كنت شايفها من نوم. انت مو شايفها، بس يا ابني هي موجودة. آخ، كأني مو كنت عايش بالشام. جدو، أنا هلأ عم اكتشفها معك من أول وجديد. مع الأسف يا ابني، في كتير ناس عايشين بالشام بس ما بيعرفوا قيمتها. اي والله يا جدو.